يا جنة في ايه؟ مفيش. جوز ماما الزفت ده عايز يجوزني. يجوزك؟ ده فيلم هندي ده. لا والله ده حقيقة. ازاي يعني؟ مش عارفة بس هم عايزين يجوزوني وبالعافية عشان خاطر الفلوس. طب انتي صغيرة ازاي يعني؟ ما انا مش عارفة بقى، انا قعدت اقول لهم انا صغيرة مش عارفة ايه هما بيقولوا لي لا لازم تتجوزي انت كبيرة مش عارفة ايه. بقول لك يا احمد، انت مش شايف ان البت سنها صغير؟ ده عندها 11 سنة. يا عم عماد الخلايجة هو ده بيبقى ده طلبهم وعز الطلب. انا بس عايزك تجيبها وهصورها صورتين ابعتهم له عشان خاطر يشوفها. دي مصلحة حلوة ما تضيعهاش من ايديك، ممكن يشوف واحدة تاني. لا الناس لا. دي على قلبها قد كده. طب بقول لك ايه، ما تيجي نقول لبابا. تعالي بابا الحق صاحبتي جنة امها وابوها عايزين يجوزوها. ايه؟ انت بتهزري؟ لا ما صدقش يا بابا. لا طلعت هم يا جنة. بيهزروا معاها يعني، اكيد مش صح يعني هيجوزوك ازاي؟ وجابوا وانا شفت. يا بنتي انت اتجننتي؟ هيجوزوك ازاي؟ انت صغيره اصلا. اقول لك على حاجه، ما ينفعش، القانون مش هيوافق. ده اكيد بيهزروا معاها. لا هما بيقولوا الحقيقة والحقيقه وده ما فيهوش هزار كده. ده كده الموضوع شكله بجد ولا ايه؟ طب بقول لك ايه، طب روحي انت وانا هتصرف. انا هاجي اقعد مع بابا وماما واشوف الموضوع ده. ماشي. يلا باي يا جنة. باي. ايه يابا ده ازاي؟ استغرب هو ازاي اصلا، ما ينفعش. دي هي مش معاكي في 6 ابتدائي؟ ايوه. طب بقول لك ايه، روحي روحي مني يا حبيبتي، استنيني في البيت وانا هتصرف في الموضوع ده. ليه يا بابا انا عايزه اشوف. شوفي ايه، روحي استنيني في البيت، انا هروح عشان ده هيبقى كلام ناس كبار. ماشي. طب هات المفتاح. مال البنت يعني اخرت بره؟ والله ما اعرف يا عمي التليفون بالظبط راح فين. تلاقيها هي دي. شوف مين. ايوه. السلام عليكم. ازيك يا زلمه؟ استاذ سلامة. معلش الكلام مش هينفع يعني، ممكن ادخل؟ لا اتفضل تعال. ده استاذ سلامة. اتفضل يا سلام. اتفضل. ربي يسعدك. ازي حضرتك يا عم؟ الحمد لله بخير. يا رب دايما. بص مش هطول عليك، هو الكلام اللي انا سمعته ده صح ولا البنت بتهزر ولا ايه؟ لا البنت يعني اللي احنا هي قالت هتجوزوك؟ لك يعني؟ اه يا عم نتجوز يا عم، جواز البنات سترة يا عم سلام. سترة؟ ايوه سترة. ما كانوا زمان برضه بيتجوزوا في سن 10 سنين، ايه المشكله يعني؟ يا جماعه انتوا بتتكلموا بجد بقى؟ ايوه بعدين انت بتتكلم ليه اصلا؟ ايوه ايه يعني اصلا؟ بتتكلم ليه اصلا؟ يا جماعه انتوا مقتنعين انتوا بتقولوا ايه؟ ايوه مقتنعين. ايوه بنقول ايه؟ طيب خلينا نتكلم جزئيه جزئيه. ماشي قول. اولا يعني جواز البنات سترة، بس لما يوصلوا لسن ينفع يتجوزوا فيه، دي ازاي اصلا؟ ازاي ما ينفعش؟ يا عم ما لسه قايله لك اهو يا عم. اجدادنا ازاي خلفونا وكده وكانوا بيتجوزوا في السن ده من سن 10 وبيتجوزوا. 9 كمان سنين كمان. ده في ايه؟ انتوا فاهمين غلط يا جماعه. زمان كانوا بيتجوزوا في سن صغير عشان كان البنات بتبلغ وتتم سن الرشد وهي سنها صغير، فكان هي بتبقى بالغه، هي خلاص كبرت، فعندها يعني ايه، انا مش فاهم اوضحها لك ازاي، بس البنت نفسها بتبقى خلاص مؤهله لانها تتجوز، اكتملت، بقت رشيده، خلاص بلغت سن الرشد. مش شرط بقى 15 ولا 20 ولا حتى 10، ولكن في العصر اللي احنا فيه ده البنت بتبقى اصلا 20 سنه ولسه طفله، فما بالك بقى ان بنتك 12 سنه. طب انا راضي ذمتك وكان لما هتتحاسب بيه قدام ربنا. أيوة. بينك وبين نفسك انت حاسس انها بلغت سن الرشد؟ انت حاسس ان هي تنفع تبقى زوجه؟ انا هرد عليك. اتفضل. مش هي راحت لك وهي راحت واتكلمت معاك ولا اتكلمت مع حد؟ معنى كده ان هي بنت فاهمه، معنى كده ان هي وصلت سن الرشد. هو سن الرشد بالنسبه لك اللي فاهم؟ ايوه ما انا ايه يعني؟ ايوه عليها كبير وما شاء الله عليها، بتعرف توضب وتكنس وتغسل وبعدين انت استنى طب وباقي المهام يا فندم؟ كبرت. اللي هي انت بتجوز عليها فقط؟ دي ازاي هتبقى ام؟ يعني ازاي؟ طب اقول لك على حاجه، حضرتك لا انا ولا انت ولا حتى القانون اللي بيحدد ده، حضرتك بيجي طبيب كده، ممكن اي طبيب مختص يقول لك انها لسه اصلا ما بلغتش، لسه مؤهلاتها ما ينفعش انها تبقى ام، ما ينفعش انها تبقى زوجه، ما ينفعش انها تربي. سيبك من ده كده كده مش ابوها، ده جوز امها، دي بنتك انت كده بترميها، واللي هيتجوزها ده صدقوني واحد ما عندوش ضمير ولا دين، بس دي متاجره، انتوا بتتاجروا بالبشر بس بشكل تاني، ده واحد ناقص عنده ميول وحاجات زي الزفت.
جاي يطلع بلاوي وعقده عندنا. طب ليه ما اتجوزش من بلده؟ انا متاكد هما بيقولوا انه حد خليجي، ليه ما يتجوزش من هناك؟ هيسمحوا له بده؟ لا، ليه؟ لانه يجي واحد خليجي كده معاه فلوس، يشوف معلش انا اسف في الكلمه ناس رخيصه يشتري منهم بناتهم. يعني هو احنا هنبيعها يعني يا سلام؟ انتوا كده بعتوها بالفعل. لحظه مؤمنه. بص يا استاذ سلام، انت ليه مزعلك؟ هي بنتك اللي تتجوز يا عم، ده بنتنا احنا. وبعدين انت مالك مش عارفه اصلا؟ غيران ده ولا ايه؟ انا خليتك دخلت هنا بس عشان حكم الجيره وكده بس. وعلمك هي ان شاء الله فرحها الجمعه الجايه، لو حابب تحضر ماشي، مش حابب تحضر ما اشوفش وشك، ولو سمحت اتفضل من غير ما تروح بره. يلا يلا يا عم، يلا يا عم سلام. يلا يا عم خليك في حياتك. مش عارفه ايه الناس اللي حاشره نفسها. هو ماله ده؟ هو ماله متجوز البت ولا متجوزهاش؟ ده قلت لها بس ايه، باصص القرشينات اللي احنا هناخدهم. صدق المفروض كنت قلت له طب انت لو عايز تتجوز بنتك كنا جوزناها له. بالظبط كده. هو تلاقيه بقى ايه؟ هو طلع باصص قال إن للفلوس. إحنا ايوه هنعيش عيشه كويسه بقى، والبنت هتعيش عيشه كويسه فغيران. خليه بنار ناس بقى. حقوده. لا اله الا الله، دي ناس الجهل ده. الهبل ده. جنة؟ بقول لك ايه، قومي معايا بسرعة. قومي، دي ناس متخلفة، قومي. تعالي يا حبيبتي. أنا رحت لأهلها. بجد؟ للأسف ما حدش مقتنع باللي بقوله، هم مصممين برضه إنه يجوزوها، هنعمل إيه يا منى؟ ايوه بقى، انا هزعل عليها. انا كنت متاكد برضه ليا هنا. أنت عايز إيه يا عم أنت؟ انا عايز بنتي. ما بنتك قاعدة هنا. بقول لك ايه، انت اصلا راجل متخلف، واللي انت بتقوله ده غلط. اقول لك على حاجه، انا هبلغ بقى عنك، لان انت هتجوز بنت اصلا. انت يا عم، انت بقول لك ايه، انت لو ما جبتليش بنتي بالذوق انا هبلغ عليك واقول لك انت خاطفها. انا همديك ساعه واحده بس وتجيبها لي لحد البيت. طب فكر طيب يا عم، اللي انت بتقوله ده غلط. هتعمل ايه؟ معرفش هنعمل ايه منها، هيبلغ وكده احنا اللي هنتحبس. احنا كده هنعتبر خاطفينها بجد. طب خلاص اتجوز بقى خلاص. تتجوزي اكيد برضه مش حل. يا جماعه انا مش عارف اعمل ايه. لو انتوا مكاني هتعملوا ايه؟ هتسيبوا البنت ولا هتتحبسوا وتخطفوها بعيد عن اهلها؟ قولي لي ايه الحل؟ منتظر رايكم في التعليقات.